توكلنا على الله. توكلنا على الله. كان وصل. انا مش عايزك تطلع معايا. انا اطلع معاك مش اخيرا اقنعته يطلع معايا في الفيلوج. وعندنا تحت مستنينا عمرو دياب باللغه الانجليزيه. طيب بما اننا قلنا ان احنا بقالنا فتره الفيلوجز اتطلبت وانا ما كنتش حابب، وكل ما اصور اصلا احط الفيديوز في الدرج، فقررنا يبقى اول فيلوج من اسكندريه. يا ترى مين الحد اللي واقف هناك ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ عبد الله عامر؟ انا بحبك يا كابتن. انت كده هتدفع على الكرش. عامل ايه؟ على وش خالص يعني. لا يا باشا على وش. انا كمان مصلحي. بعدين عشان انت طويل. فيديو انا بحبك يا كابتن. فيديو وبتفرج على كل يعني اغانيك اللي على ساوند كلاود. طب هم كام واحد يا كابتن؟ هم 14 اغنيه على ساوند كلاود. بس هم صورتك بس كده وصوت بقى. صوت شخير باين حاجه زي كده مش عارف. عيب الكلمه دي هتتمنتج. طول 14 اغنيه. احنا مين يعني؟ دي موسيقى دي باص، عارف اللي هي تنويم مغناطيسي؟ هي دي. احنا ممكن تشرح لنا احنا فين دلوقتي وماشيين بنعمل ايه؟ طيب احنا فين؟ لا ما نجيبش ماشي مش عارف. احنا فين دلوقتي؟ طب احنا في اسكندريه. حلو. احنا جايين نلعب ولا جايين نشتغل؟ جايين نلعب طبعا. الاثنين. لا انا لا بلعب. وانا تعريفي للبيزنس تريب اللي انت بعد ما تعمل بيزنس لازم يبقى فيه تريب وتخرج والكلام ده كله. حلو. فهنسمع اخبار كويسه بخرج الاول بعد كده بزنس تريب عن الانجليش في اسكندريه. قول يا رب ان شاء الله اهو بندور. طيب يبقى حاجه هو في خبر صغير وخبر أيوة. كبير. أوه. خبر صغير احنا ممكن نعمل رحله هنا، فالنهارده انا جاي اعمل الانفورميشن النهائي. ايه ده؟ رحله كمان؟ ان شاء الله. كويس. ايه تاني؟ وحاجه ثانيه بقى ان احنا ايه بنحاول نعمل حاجه هنا ان شاء الله بقى تبع كبسولز يعني. كابسولز في اسكندريه وهايرد في اسكندريه، ده الجديد. طيب نراكم على خير. عامر 1200 كده يا باشا اهو. السلام عليكم. شغل كده 3 ساعات خلاص. اهو بس انت بس اظبطنا في الوقت، اهم حاجه الوقت. تودينا على فين يا اسامه؟ بجد والله بقى نشوف الاماكن بتاعتنا على طول. ماشي يا باشا اللي انت عاوزه. انا عاوز فلوس كلها وعاوز فلوس اكتر كمان، انت عارف انا استحاله. انا عارف شغل ماتيريالز والكلام ده يا باشا من عينيا. انا هكلمه حالا دلوقتي واقول له بس بالله عليك بقى انت زقني. هو قال له يوم 20 اخر ياخد ال 1200 جنيه. يا احمد يا جمال يا احمد. ماشي. اسامه 50 تكلنا عند عم كرم. 50 60 هناكل احلى سجق في الدنيا واحلى شويه كبد على احلى شويه كلاوي دلوقتي. احنا جايبينكم مكان في اسكندريه نفسهم ما يعرفوش. بص مش توبيك. منطقه اسمها العباري وعم كرم والراجل عم كرم بقى احلى عربيه كبده وسجق تاكلوا فيها. يلا بينا. لا يرقبون إلا ولا ذمة وأولئك عم كرم اهو. يا باشا. عم كرم يا حبيبي. كرم انت دلوقتي هتطلع جايين بص الراجل ده بيعمل احلى كبده واحلى سجق في مصر. جايبين لك زباين ولسه الزباين اللي جايه دلوقتي. بس كده. نطلع البضاعه على طول. شويه. جليل عند كلية الفنون. مردوش شورت نوتس. انت شورت نوتس. اقول ايه؟ المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا ولو كانوا بسم الله. طبعا الرجاله دي اللي طالعه. ننزل بالكبده.
نهاية اليوم الفلوج عشان ما يبقاش كله غلس. يلا بسم الله نور لي لو سمحت. حاضر يا باشا. 3 2 1 انت انطلقت ولا لسه؟ الموضوع لي اكشن بس اسامه جاي هيفتح كده. لا ما انا نبهت خلاص. ماشي يلا يلا 3 2 1 ستارت. بس خليك معانا برضه. لا خلينا انا كاميرا الاول معلش مصلحه. بعد اذنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا عبد الله عامر ومعانا الجميل احمد مصلحي. واحمد مصلحي النهارده الكلام بتاع اللايف اللي فات. يعني ايه تعويضا اللي كان فات. مهندسين. سيمبلي احنا النهارده قاعدين في كووركينج سبيس. ده مش مكان خاص بينا خالص، فحابين من منطلق ان احنا قاعدين في كووركينج سبيس، والكووركينج سبيس اصلا دلوقتي حاليا فتحت كتير جدا، بقت اكتر من سنترالات بتاع زمان وبلاي ستيشن هو ستورز. في موضة انتربرينور شيب فلازم السبلمنتري بتاعها يبقى كوركن سبيس. علشان كده حابين نقول النهارده الفيديو ده فيديو 4 دقايق كتير جدا. عاوزين برضو اسئله ليكم. سيمبلي الناس لما بتفتح بيزنس من اهم العوائق هي الموني، الفلوس. فبالتالي لما اجي افتح بيزنس محتاج قد ايه فلوس والحاجات دي كلها. ومن ضمن الحاجات اللي تخليني ادفع فلوس كتير جدا وبتكلف فلوس هي المكان ثم المكان ثم المكان. عشان كده بصراحه حابب اقول دلوقتي ان شاء الله زي نصيحه او نصايح، يعني لما تيجي تفتح بيزنس بقى بادجت قد ايه وهيشتري مكان عامل ازاي وجهزه ازاي والحاجات دي كلها. طبعا هنشتري مكان ونجهزه ونتمليك ونعمل له عقد ونتجوز في الاخر. فمن الاخر ان شاء الله بصراحه دلوقتي هتكون معانا ويحكي لنا عن حبه نصايح شويه انت كانتربرنور لو رائد اعمال تعمل ايه علشان تفتح بيزنس ما تكلفش كتير في الاول وما يكونش فيه ريسك. اتفضل يا مصطفى. طيب هنيجي بس للسؤال اللي هي الستارت او هاو تو ستارت او البدايه. تمام. طيب اي حد دلوقتي بقى عنده افكار او عموما كلنا عندنا افكار. كل الناس دي البيزنس كلنا عندنا دماغ، كلنا عندنا مخ. تمام. فمش معنى ان احنا عندنا دماغ واللي احنا بنفكر يبقى كلنا هنطبق اللي بنفكره ده. جميل. طيب فناس كتيره بيجي لها افكار والافكار دي عايزين يحولوها لبزنس او اشتغل فريلانسر او المهم ان هو عايز يستقل بذاته ويفتح كيان. حلو. بس اول حاجه بتشدك ورا هي ان ما عنديش امكانيات، ما عنديش موارد. انا لازم اجيب اصلا مكان خاص بيا ولازم اشتريه ولازم اجهزه عشان التجهيز والحاجات دي انا عايز اعمل يعني بزنس كارد بقى اللي انا سي او بقى 60 بوصه 70 بوصه يكون برضه بطريقه معينه. طب ما مش فاهم الحاجات دي كلها. انا واحد لما كنت عاوز افتح بزنس الراجل ده ساعدني جدا وقال نصيحه لغايه دلوقتي في دماغي. اتفضل يا باشا. طيب هي الفكره بس في البدايات انت مش محتاج اللي انت تبقى كامل او عندك كل حاجه عشان تبتدي. تمام. يعني هجيب لك مثال من سنتين ورا، انا مع ان بدايتي من 5 سنين بس من سنتين بالظبط لما كنت حابب ارجع تاني وافتح ما كانش معايا بادجت اللي انا افتح مكان، ما كانش معايا بادجت حتى اللي انا ااجر مكان حتى لو ب 2000 3000 جنيه في السنه. تمام. فكل اللي انا عملته دورت على مكان كوركن سبيس، خدت فيه اوضه واحده شيرد اوفيس. حتى يعني مش كنت لازم جيت لي انت وبسيوني ساعتها. بالظبط. فاكر ان كانت اوضه واحده بالظبط. كنا بنخاف نروح الحمام عشان ايه مش محسوب عليك الحاجات دي كلها. انا كنت بخاف اروح الحمام بصراحه يعني. مش شغالين مع الناس. فسيمبلي مصلحي لما بدا ما راحش جاب مكان 4 5 اوض في مكان مش عارف عامل ازاي. خليني بس تجهيزات. خليني اقول حاجه اشيرها مع الناس. انا ابتديت بالغلطه دي، يمكن دي غلطه. انا اول مره فتحت حوشت ودخلت 2 صحابي محوشين وصرفنا على المكان. يعني رحتوا انتوا مكان وجهزتوا الحاجات دي كلها 5 شهور بالظبط وقفلنا. ليه؟ لان البادجت اللي عملناها ل6 شهور قدام كلها اتصرفت على المكان، ما اتصرفتش على الاوبريشن او الحاجات اللي هتمشي البيزنس. فالبدايه كانت غلط. فلو حضرتك حابب تستارت وستارت فروم سكراتش حتى لو معكش جنيه فتقدر تشتغل من البيت او تقدر تشتغل من كوركن سبيس. طيب البدايه اللي انا بعتبرها هي كويسه نتاج تجارب كتيره واخطاء كتيره فاحنا حابين نشارها معاكم. ان انا ابتديت من 9/2015 في اوضه متاجره جوه مكان. بفضل الله 3 شهور خدنا مكان اصغر، كان اوضه وصاله بس كان بتاعنا. بعدها بقى لنا جو بالديزاين باللون بالكراسي وكل حاجه. شوف ده كان رزق. بعدها قعدنا فيه 1.5 سنة. بعدها دلوقتي خدنا مكان اكبر. طيب احنا دلوقتي شغالين في القاهره وعايزين نتنقل لمكان اكبر فعايزين نكسباند. هاويفر مش لسه محطوط بادجت لفرع تاني في مصر. يمكن حابين نفتح حاجات تانية بس انا ستيل عايز اعمل حاجه، عايز اخدم بقيه المناطق وبقيه المحافظات في مصر.
فاحنا النهارده في اسكندريه كل اللي احنا بنعمله اللي احنا هنستارت نفس البدايه اللي ابتديناها. فلما احنا ابتدينا بروم واحده، احنا جايين اسكندريه جوه كوركن سبيس نستارت بنفس الستارت اللي هي كانت افكتيف معانا بفضل الله، اللي احنا روم واحده وسط مكان، وبناء عليه مخططين اللي احنا كام شهر بعد كده يبقى عندنا اوفيس تاني. فلو انت عايز تبتدي خد اول خطوه، دوس. اول خطوه دي هتاخد مكان، هتاخد اوضه، هتاخد مكتب. انا حاليا في بيتي عشان بفضل بعض الاوقات اللي انا اشتغل از فريلانسر حتى لو بران البيزنس بتاعي، مش جايب حتى مكتب في البيت. انا جايب ترابيزه كنا بناكل عليها، حطيتها جوه اوضه نومي جنب اوضه النوم جنب السرير، تمام؟ بقفل على نفسي، بطلع اللاب وكل حاجه وبشتغل ازف اللي انا في مكتب. فلو انت عندك سرير، لو عندك ترابيزه بتاكل عليها، بقى عندك مكتب. اهم حاجه دلوقتي بقى عندك موبايل وانترنت. طالما انت بتتفرج علينا فانت عندك موبايل لابتوب وعندك انترنت، تقدر تتعلم وتشتغل اونلاين. فالبدايات مش محتاجه اللي انت تبقى احسن حاجه واللي انت كامل، انما انت محتاج اللي انت تبدا. ويعني خلينا ننهي بالمقوله بتاعت زيج زيجلر اللي هي you don't have to be great to start, you have to start to be great. انت مش محتاج تبقى اجمد حاجه. انا هقولها تاني ايوه عشان وبعد كده تكرر بقى. عشان هو You don't have to be great. to be great to start. You have to start to be great. I love this quote. دي بتاعت زيج زيجلر. يمكن حتى شرطها مع عامر من سنتين لما ابتدينا كابسولز، وابتدينا حتى في اول مكان وشهر ولا شهرين ومشينا، تمام؟ كنا بادئين بقاعه صح كده. دي حاجه حلوه، دي حاجه جميله جدا ما شاء الله. فلو حضرتك عايز تبتدي، اول ستيب هتفيدك مش اللي انت تبقى كامل، انما انت تاخد اكشن. فنصيحه وعايزين ننهي بيها، لو عندك فعلا فكره وانت شغوف اللي انت تعملها، خد الاكشن واعملها. وما فيش مشكله اللي انت في البدايه تتخبط وتقع وتغلط وتقع، كلنا بنتعلم، لان انت برضه هتبقى محتاج اللي انت تتعلم. وحتى لو في كلام كتب بيشرحه، خبرتك العمليه هي اللي هتترجم البيست براكتس او افضل تطبيق. مع احترامي لجميع الكتب المكتوبه والبوستات والناس الجميله جدا، كل واحد ليه تجربته، كل واحد ليه امكانياته، كل واحد ليه رزقه. فاتمنى من الناس كلها انها تبدا. طبعا لا تبدا وانت ممكن تعمل عمليه تحارب نفسك، هبدا وخلاص الفيديو ده هيكون حجه عليك يا عامر ان انت قلت لنا ابدا يلا حاجه انت بصحي ويقول هاف تو بي جريدي مش عارف تو بي بتنجان. لا، ابدا اعقلها وتوكل. يعني ابدا شوف الدنيا ماشيه ازاي. خليني معلش برضه هضيف حاجه. انا هدفي اللي انت تبدا اللي انت تعمل حاجه، تمام؟ الحاجه دي مش بالشرط اللي انت تفتح بيزنس، كل حاجه وليها زبون. لان برضه اللي بيتكلم في الانتربرينورشيب او رياده الاعمال يقعد يقول لك ان الموظفين دول عبيد وانت لازم تبقى يور يور اون بوس. كل حاجه وليها زبون. لو انت عايز تبقى فريلانسر، ستارت از فريلانسر. لو انت حابب تفتح بتاعك البيزنس بتاعك، افتح البيزنس بتاعك. لو انت حابب تبقى احسن موظف في شركتك وتتنقل من مكان لمكان ومن بلد لبلد، ابدا اتعلم واشتغل على نفسك. المهم اللي انت تبدا. انا هقف هنا اهو بس حاجه كده نوقف الفيديو. انا لسه الحاله بتاعتنا واحد حبيبي جدا، فقلت له يا شخص ده يعني مش لازم تكون السي او انتربرنور عشان تبقى انت ناجح. ممكن تبقى الراجل تاني ده سكند مان وينج مان ويبقى انت كويس جدا جدا جدا. ممكن تبقى انت مانجر وكويس جدا. فمش بالتالي النجاح هتفتح بيزنس. بص لكم مش معنى النجاح ان هفضل اقفل كده مش هنجح الا لما افتح البيزنس بتاعي واكون السي او. بص يا باشا، النجاح دي لسه قارئ اصلا مقاله اول امبارح رائعه جدا عن النجاح. سيمبلي النجاح هي الحاجه اللي بتخليك يعني ساتيسفايد من جوه، بس ما تعلقهاش بهدف. بمعنى ايه؟ انت خلي النجاح من اول دلوقتي، ما تخليش الهدف ماشي الهدف ان انا افتح شركه، ابقى غني، ابقى مفيد في مجتمعي، ولكن استمتع، enjoy the trip, enjoy the journey زي ما بيقولوا. طبعا. This is for me happiness and true يعني بصراحه happiness and true يعني success. اعمل الحاجه اللي تبسطك واوصل للحاجه اللي انت كان نفسك تعملها. جزاكم الله خيرا جدا جدا جدا. وفي اي اسئله اكتبوها ان شاء الله مصلحي بيرد على الناس كلها، انا ما بردش على حد خالص. طب جزاكم الله خير، اشوفكم على خير باذن الله تعالى. احنا في اسكندريه يا سامي يا مرسي، ونتمنى ان شاء الله نشوفك قريب باذن الله تعالى. وصالح بيقول لنا نعمل لايف فيديو مع بعض ان شاء الله، نعمل لايف فيديو مع بعض الخميس الجاي. احتمال يكون في المعادي باذن الله تعالى برضه. اشوفكم باذن الله تعالى خير. ادعوا لنا ويقربكم على خير. السلام عليكم. You don't have to be great to start, you have to start to be great. Thank you so much. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه مسك ده؟ الموضوع كان هايل. ده كان فظيع. ادي منظر المكان.